هنتكلم الآن عن قصة غريبة جدا، وهو ابتلاع صياد لسمكة حية في مدينة بني سويف. تمكن الفريق الطبي الموجود في مستشفى أبو بني سويف، وقد ذكر ذلك الدكتور علي الحجري أخصائي أنف وأذن وحنجرة تفاصيل عملية استخراج السمكة من قصبة هواء صياد بني سويف، قائلا إن المريض جاء إلى المستشفى مغشي عليه وفاقد الوعي. وأضاف الحجري خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذي يقدمه الإعلامي وائل الأبراش إن المريض حاليا تحت المراقبة وفي حجرة العناية المركزة، وقد تم استخراج السمكة عن طريق المنظار. وأشار إنه هناك عدد من الجروح والنزيف الداخلي، وإنه تأخر في استخراج السمكة لمدة ثواني فقط. لو تأخر في إخراج السمكة ثواني فقط لكان المريض فقد حياته. وعندما سئل عن السبب في دخول هذه السمكة إلى حنجرة المريض، قال المرجح أن يكون قد وضع السمكة في فمه لالتقاط شيء آخر بيده. ويذكر أنه قد نجح طبيب جراحة بقسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي أمس السبت لاستخراج سمكة حية من داخل قصبة هواء الصياد. قد فوجئ أحد الأطباء أثناء وجوده بقسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي بقيام مصعب بمرفق إسعاف بني سويف بنقل مريض عمره حوالي 40 عام ومقيم بورشة سنور بشرق النيل، بيعاني من ضيق بالتنفس وعدم القدرة على الكلام. وتبين أن المريض ابتلع سمكة حية وصلت إلى مدخل القصبة الهوية، وعلى الفور أجري الطبيب جراحة منظار لمدة 10 دقائق نجح خلالها الطبيب في استخراج السمكة حية. مع ذلك السمكة خرجت حية كما كأنها كانت تعوم داخل البحر، كأن حنجرة المريض داخل هي البحر التي كانت عايمة فيه أو النيل. وقد تم إيداع المريض في العناية المركزة تحت الملاحظة. نتمنى للمريض الشفاء التام، ونتمنى السلامة لكل المرضى، ونتمنى للصيادين أن يراعوا هذا وعدم والحرص على حياتهم، بأن هم يحافظوا على روحهم وعدم وضع شيء في فمهم أثناء الصيد، سمكة أي شيء، حتى لا تصل إلى الحنجرة مثل هذا المريض فيصيب المرض. وألف شكر للطبيب المعالج على هذه العناية والاهتمام بهذا المريض. ودي كانت حكاية السمكة الحية في قصبة الصياد. ولا شعر وجاء إليكم ولا إيه اللي حصل؟ لا يا فندم، ده منقول في عربية إسعاف أصلا. آه. وكان فاقد الوعي تماما. فاقد الوعي. والنفس بتاعه كان واقف خالص. السمكة دي مش من المعدة، السمكة ديت بالظبط في بداية القصبة الهوائية.